كأس العالم خلاص بدأ، والمرة دي مصر رجعت لكأس العالم وكل الناس متعشمة وعندها أمل إن على الأقل المرة دي نعدي المجموعات. بس عموما أنا مش جاي أكلمك عن كأس العالم أمريكا 2026 أو أتكلم عن الكورة عامة. أنا جاي أكلمك عن كأس العالم اللي حصل في السينما المصرية، أقول لك إزاي السينما المصرية ناقشت الكورة على مدار التاريخ. قبل الألفينات كان في أكتر من فيلم ناقش الكورة، زي مثلا 4-2-4، وده أنا مشفتوش بصراحة، وفيلم الرجل الذي فقد عقله لعادل إمام وفريد شوقي، وده بصراحة أنا مش بحبه قوي برضه. فتعالى نبدأ كلامنا بالفيلمين المهمين اللي في الفترة دي والوحيد اللي هتكلم عنهم في الفترة دي تقريبا. أولنا الفيلم الكوميدي اللي أنا بحبه جدا هو فيلم غريب في بيتي لسعاد حسني ونور الشريف. وبالمناسبة نور الشريف كان بيلعب كورة في نادي الزمالك قبل ما يبدأ تمثيل، وكان المفروض دوره في فيلم غريب في بيتي إن هو لعيب في نادي الأهلي مش في نادي الزمالك، بس زي ما تقول حصل مشاكل ما بين إنتاج الفيلم وإدارة النادي الأهلي، فالإنتاج قرر ان هو يبقى لعيب في الزمالك، وده شيء فرح نور الشريف جدا وفرحه اكتر لما الزمالك وافق وقرر ان هو هيشتغل في الفيلم ده. واتوقع ان ده واحد من الدوافع اللي حفزت نور الشريف ان هو يعمل لنا الشخصيه الايقونيه شحاته ابو كف، واحد من احلى ادوار الكوميديه ومن اكتر المرات اللي نور الشريف كان باذل فيها مجهود كوميدي، بالاضافه ان هو كان معاه سعاد حسني واللي كان ما بينهم كيمياء عظيمه طلعت فيلم لسه عايش لحد يومنا ده. وعلى نقيض غريب في بيتي، الفيلم التاني معانا هو فيلم درامي بحت وهو فيلم الحريف لعادل امام. فيلم الحريف فيلم تركيزه مش على الكوره خالص قد ما تركيزه على صراعات فارس الحريف، سواء صراعاته مع المدينة أو صراعاته مع ظروف الحياة أو صراعاته مع الدنيا بشكل عام. يمكن أنا حاطط الفيلم هنا عشان حاسس إن الفيلم بيحكي عن قصة أي لعيب كورة مصري تقريبا، سواء هو شاب أو عدى سن الشباب خلاص، اللعيب اللي مش لاقي فرصة في نادي درجة تانية في مصر حتى، بس لسه بيصارع الحياة وبيتمنى إن هو يعيش عيشة حلوة، ويا ريت لو يلعب في كأس العالم كمان. لو بدأنا كلامنا عن رحلتنا في الألفينات فهي رحلة مليانة أفلام ومسلسلات، بس طبعا إحنا هنبدأ كلامنا بأشهر فيلم واللي أتوقع إن هو محور الحلقة كلها، فيلم العالمي. العالمي ده ممكن يكون أكتر فيلم تركيزه كروي أوي، وفعلا بيتكلم عن كأس العالم والكورة بشكل عام. ويمكن الفيلم ده اتقدر أكتر بكتير بعد ظهور واحد زي محمد صلاح، اللي تحس إن قصة محمد صلاح اللي هي الحقيقية كان فيها خيال أكتر من اللي حصل في الفيلم. بس ده مش موضوعنا إن ده فعلا فيلم جامد فشخ، ويمكن ده المناقشة الدرامية الوحيدة للكورة في الألفينات بشكل عام، لان باقي اللي حصل كله اعمال كوميديه. بس العالمي فعلا فيلم مليان تفاصيل جامده وقادر يبقى فيلم كروي درامي عايش بقاله 17 سنه تقريبا. يا جماعه الفيلم ده محفز جدا، مشهد النهايه ويوسف الشريف بيجري وبيقلع تيشيرته اوف اوف جامد قوي. وعامه يمكن ده يكون احلى اداء في تاريخ يوسف الشريف كله واول مره يمثل بجد كده. بس تعالى ما نطولش عن العالمي ونتكلم عن اللي بعده على طول، وهو فيلم كابتن مصر. الفيلم ده نزل في 2015، ومن ساعتها اللي هم تقريبا 11 سنه مفيش عمل كروي اتعمل غير وهو كوميدي. وبصراحه انا مش قادر افهم ليه التوجه ده حصل، مع ان زي ما اتكلمنا عن الحريف والعالمي قدروا يعملوا افلام فعلا عظيمه وقادره تلمس ناس كتير. انا مش ضد انك تعمل لي اعمال كوميدي عن الكوره، بالعكس دي بيطلع منها حاجات جامده فشخ وهنتكلم عنهم قدام، بس برضه يبقى في سكه تنوع، يبقى في حاجه زي الحريف زي العالمي زي الحاجات الحلوه دي. بس فكك من الموضوع ده وتعالى نتكلم عن كابتن مصر شويه، عشان انا بصراحه بحب الفيلم ده جدا. كابتن مصر هو فيلم كوميدي كروي عبثي بشكل مش طبيعي ومليان شخصيات غريبه، شخصيات قدمها ناس زي احمد فتحي ومحمد سلام وعلي ربيع ومين فؤاد وغيرهم من الممثلين، شخصيات كتير قوي ملهاش علاقه ببعض وكلهم في السجن واللي بيجمعهم حاجه واحده بس وهي الكوره. يعني انا بصراحه بضحك جدا على الطريقه اللي كل واحد فيهم دخل بيها السجن، كل واحد ليه قصه مختلفه عن التاني. وبعد فيلم كابتن مصر افلام الكوره تقريبا بتختفي 7 سنين بحالهم عشان هشام ماجد يقرر يرجعها في 2022 بفيلم حامل اللقب. انا عموما بحب الفيلم ده جدا وشايفه فيلم كويس قوي واتظلم فعلا، بس هو فيلم عبثي شويه شويتين ثلاثه. يكفي ان اقولك ان قصته عن لعيب كوره بيبقى هو اللي حامل مش مراته، وانا عارف انك لو ما شفتش الفيلم هتستغرب فشخ، بس خليك معايا للاخر، هو فعلا فيلم حلو يستاهل يتشاف. يمكن الطريقه اللي برروا بيها موضوع الحمل دي طريقه عبيطه جدا ومستهلكه مليون مره، بس في المجمل الفيلم حلو. الفيلم اللي اتقدم فيه شخصيه لعيب الكوره العصبي المغرور المتعجرف اللي شايف نفسه احسن حد في الدنيا، واللي هم تقريبا اخدينها من احمد حسام ميدو بس مكسوفين يقولوا عشان ميدو صاحب هشام ماجد. المهم يا ريس عشان ما نتكلمش عن الناس، السنه اللي بعدها اللي هي 2023 نزل فيها فيلمين عن الكوره، اولهم فيلم كوميدي بحت وهو المطاريد اللي يعتبر الجزء الثاني من 4-2-4 اللي قلناه في الاول خالص. بس للاسف الفيلم ده فرصه مهدره جدا لان الفيلم كان يطلع منه كتير قوي بس للاسف خيش. واللي يخليني متضايق اكتر ان نزل مسلسل قصته مشابهه جدا للمطاريد واتعمل احسن بكتير، مع ان الكاست وتكمله الممثلين اللي حصلت في المطاريد كانت ممكن تطلع حاجه ايقونيه زي مثلا كابتن مصر. لكن لو انتقلنا للفيلم التاني، الفيلم اللي يستحمل كلام كتير فعلا هو فيلم فوي فوي فوي. ويمكن الفيلم ده هو اكتر تجربه فيها روح الحريف والعالمي لانه فيلم دارك كوميدي درامي. لا والانيل ان الفيلم ده مقتبس من قصه حقيقيه حصلت في مصر قبل كده. القصه ان فريق كره القدم للمكفوفين في مصر بيسافر كاس العالم في بولندا، لكن المفاجاه
إن ما فيش حد في الفريق ده مكفوف وكلّهم مُبصرين، ودي قصة مش خيالية تمامًا عشان القصة دي حصلت في الواقع بتاعنا فعلًا، وغير القصة الكروية للفيلم اللي هي مختلفة شوية عن باقي القصص اللي معانا النهارده، هو برضه قادر يعكس مشاكل مجتمعية كبيرة جدًا بيعدّي بيها الشاب المصري، واللي كان محور معظم المشاكل دي هو الفقر وقلة الفلوس، الفقر اللي خلّى فرقة كورة كاملة يقرروا إن هم يعملوا مكفوفين عشان بس يطفشوا من البلد، وأنا مش باشتم في البلد والله يعني أنا مش عايز أتحبس أنا باقول الفيلم وخلاص، يعني الفيلم من القصص اللي كانت فيه وبالنسبة لي هي قصة حلوة جدًا قصة طه دسوقي مثلًا، طه دسوقي اللي كان بيحب بنته ولكن ظروفه والفقر اللي هو عايش فيه خلّاهم يسيبوا بعض عشان هو مش قادر يجهّز نفسه، وطه كان بيشتغل delivery في الفيلم ده، ففي خلال رحلته كdelivery بيقابل البنت دي وهي شغالة كفتاة ليل، المشهد اللي هو بيشوفها فيه في الشقة مع الراجل الكبير بصراحة المشهد ده طه دسوقي أبدع فيه، المهم تعالَ ننتقل عن اللي بعده عشان لو اتكلمنا عن الفيلم ده هنطوّل أوي، اللي بعده هو في سنة 2024 نزل فيلمين عن الكورة برضه، وللمفاجأة الغير مقصودة تمامًا الفيلمين دول هُم جزئين لفيلم واحد وهو فيلم الحريفة، الحريفة هو أول فيلم قدر يرجّع قصص الكورة للجمهور ويفضلوا مهتمين ومشدودين ليها من الأول تاني، وكل ده بخلطة بسيطة جدًا عن الكورة والصداقة والكوميديا، وبس الخلطة دي قادرة تخلّيك تضمن شريحة كبيرة جدًا من الجمهور مهتمة إن هي تشوف فيلمك، وفعلًا الخلطة بتنجح والفيلمين بيكسروا الدنيا وبيبقوا من أعلى الإيرادات المصرية في التاريخ، لدرجة إن هم أصلًا بيفكروا يعملوا جزء تالت للحريفة، الحريفة كان فيه روح الكورة اللي إحنا بنحبها كمصريين بس من شباب المرة دي، فهُم لعبوا لعبة صعبة أوي، إن الناس الكبيرة تخش تتفرج على الفيلم تستمتع بشوية كورة حلوة مع شوية كوميديا ومع شوية هزار، وشلة الصحاب الشباب اللي هيخشوا يتفرجوا على الفيلم ده يشوفوا نفسهم في الحريفة، يشوفوا نفسهم في الشلة دي، مع إن فيلم الحريفة أو جزئين الحريفة يعني هم جزئين تجاريين جدًا إلا إنهم فعلًا حلوين وفعلًا عملوا حاجة في تاريخ السينما يعني، أمّا لو اتكلمنا عن آخر عمل معانا النهارده وهو تقريبًا المسلسل الوحيد اللي معانا هو مسلسل ابن النادي لأحمد فهمي، هو ده بقى اللي قُلت لك إن قصته مشابهة جدًا لفيلم المطاريد، والحقيقة إن هو طلع أحسن بكتير جدًا من الفيلم، يمكن أحلى حاجة في المسلسل ده هو كان حاتم صلاح اللي قدّم شخصية المدرب المصري بشكل عبقري، وأنا أتوقع إن أنا لو اتفرجت على حاجة من المسلسل ده تاني هاتفرج على مشاهد حاتم صلاح كمدرب بجد قاتلة، في الآخر الكورة مهمة جدًا عند الشعب المصري وبيحبوها جدًا فعلًا، وأنا شايف إن الكورة ممكن تُستغل بشكل أكتر من كده بكتير في صناعة السينما عندنا، بس لو أنت مكمل لحد هنا فأنا باحبك لإنك جدع، فكمّل جدعنتك دي باللايك والشير والسبسكرايب واكتب لي إيه أكتر عمل بتحبه عن الكورة، وبس كده، سلام.